طلعت الكاميرا مقلوبة. تحفة. وكمان اللون مش احمر، اللون وردي. لا 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 لا. طبعا جهزنا بيجامة العيد. تا 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 تا. طيب يا حلوين، اول حاجة في وقفة العيد لازم ناخد الشاور الخطير ده، فيلا بينا. طيب يا حلوين، بعد ما اخدنا الشاور ولبسنا بيجامة العيد هنعمل ماسكات العيد، وهنهتم بقى بشعرنا وبرجلين، نعمل بادي كير وكل حاجة هنعملها. فيلا بينا على ماسكات العيد. ماسك معانا دلوقتي وهو ماسك التوت الاحمر. هو سكراب، يعني يعتبر سكراب، اللي هو ايه، اللي هو بيزيل اي حاجة موجودة في الوش او اي حاجة، اي شوائب، اي حاجة وحشة في الوش. فالماسك ده يلزمنا وهنحط منه في الاول. ريحته توت احمر بالظبط. يا سبحان الله، ما هو توت احمر يعني. ذكائي ده مش عارفه اجيب الذكاء ده منين. المهم ان انا مش معايا اللي بتاع اللي هي اللي هما بيحطوا بيها الماسك ده، فعشان كده هعمل بايدي. ماشي، انتهت حلول الارض فمش مشكله. ربنا يستر. كده يا حلوين، بقى حطينا الماسك او السكراب او البتاع ده اللي هو بالتوت الاحمر. هنسيبه بقى على بشرتنا ربع ساعة ولا 10 دقايق، مش عارفة. انا هسيبه برضو على حسب بقى. هسيبه شوية على بشرتي، واول ما الاقيه كده بينشف شوية هقوم جايه غسله. اوكي. بخ. بصوا الفرق. او ماي جاد، جلو جلو، حاجه كده ولا اروع. نخش بقى على الماسك اللي بعده. ده بقى هنجرب الماسك التاني اللي هو بالحليب لتفتيح وترطيب البشرة. الماسك ده كان نفسي اجربه من زمان قوي قوي قوي. كان في بنات كتير بيقولوا ان هو حلو وبيرطب البشرة وكمان بيبيضها، فتحمست له جدا. فقررت ان انا اجيبه في العيد، وحان وقت العيد وحان وقت ماسكات العيد. فعشان كده هنجربه مع بعض وهنشوف هل فعلا بيرطب وبيبيض البشرة ولا لا. فتحمسوا للماسك معايا ويلا بينا نحطه. طيب يا جدعان، عشان ما نجلتش، انا حطيت الفيديو وصورت. انا حطيت الفيديو ايه، حطيت الماسك وصورت، وطلعت الكاميرا مقلوبة. طلعت الكاميرا مقلوبة، فعشان كده ايه، مش هعرف امسح الماسك تاني واعيد تاني. فاللي هو انا حطيت الماسك وهي حلوين. اوكي، نستنى بقى 10 دقايق، ربع ساعة على حسب ما الماسك ينشف. ويت وكده يا حلوين، بعد ما غسلنا الماسك ولقينا النتيجة حلوة جدا. هو الصراحة بيض بشرتي بنسبة طفيفة صغيرة لا ترى بالعين المجردة، بس مش مشكلة، مش هنظلمه، علشان في بنات كتير مستعملاه وبتقول ان هو حلو وبيرطب وبيبيض بشرتهم. فهنستعمله مرة كل اسبوع وهنشوف بقى نتيجته بالتدريج. لقيتوني في الكلام ونسيت اوريكم التوكة العسولة قوي دي. هو مش عشان انا محجبة يبقى مش هلبسها، لا طبعا، وهلبسها دلوقتي قدامكم علشان تشوفوا ان انا شخصية مستقلة. الهبل اللي انا بقوله ده. كيوتة قوي يا جدعان. قولوا لي بقى في الكومنتس كيوتة ولا مش كيوتة. المهم، بعد ما حطينا الماسكات بتاعتنا هنحط بقى المرطب بتاعنا، وكمان هنحط جل كعب الغزال. متحمسه له قوي 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 ده، تحفه. بصوا يا جدعان الحمار، يا رب يكون باين ليكوا الحمار اللي انا شايفاه دلوقتي. بجد بجد والله تحفه. متحمسه ان انا احط جل كعب الغزال ده بطريقه مش طبيعيه. فما تفوتوش ولا لقطه في الفيديو علشان اللي جاي خطير 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 خطير. انا حذرت. حلوين، نيجي بقى لفقرة الشعر. وفي الشعر هنستعمل الحواج زيت الجرجير.
حاجات طبيعية بقى من الطبيعة، علشان ايه؟ ما ينفعش نجيب حاجات مش طبيعية، عايزين حاجات طبيعية علشان شعرنا يطول ويبقى كثيف وكل حاجة تبقى حلوة وكل حاجة تبقى تمام. فهنستعمل بقى زيت الجرجير ده او زيت الحواج، اسمه الحواج، الحواج، زيت الجرجير عامل زي الدواء بالظبط، فحلو قوي للشعر. هنستعمله وبعد كده هنستعمل السيرم علشان يرطب شعرنا. المهم ان السيرم ده خلاص بصوا ما عادش فيه اي حاجه، بس لسه بيطلع برضو، لسه فيه الروح. مش هنسيبه، بصوا لسه فيه الروح. فهنستعمله طبعا على شعرنا، وهسرح شعري وهجيلكم. حلوين، بعد ما خلصنا الماسكات والمرطبات هنحط بقى البادي سبلاش بتاعنا. طبعا البادي سبلاش بتاعي لا يحسد، قد توفى، بس مش مشكله، هنحط منه بس ايه رشتين كده، وبعد كده بقى هنجيب غيره ان شاء الله. المهم جه بقى وقت كعب الغزال والدلع، فيلا بينا نستعمله بسرعه. وكمان هنستعمل معاه اللي هو المرطب بتاع الرجل ده، فليتس جو. طيب يا حلوين، جه بقى وقت كعب الغزال الخطير قوي ده، وسوري على المنظر. مصدره لكم رجلي بس مش مشكله، سوري يا جدعان. المهم بقى هنبدا نحط بصوا يا جدعان، بقى انا هنا بحب كعب احط الغزال الجل ده على الخطير قوي رجلي ده. كلها. هنحط اول يعني اللي حاجه هو مش هنا، الكعب بس، فانتوا هتستغربوا من الموضوع ده، بس انا بحب احطها على رجلي حتى لونه كلها. يعني بيتحول لبينك، مش اللي هو احمر. جد خطير، وكميه صغيره منه بصوا بتعمل ايه، حلو قوي. ما خطرش في بالي دلوقتي غير اغنيه ايه، كعب الغزال في الدلال ملكش مثيل. ايه الهبل اللي انا بقوله ده، انا معرفش اغنيه ايه دي، بس اللي هو انا سمعت الاغنيه دي قبل كده، معرفش مين اللي غناها، ما بندمجش انا في الاغاني دي. المهم بصوا بقى جمال الرجل يا حلوين، واو. حلوة قوي. هنحط بقى الرجل التانية وهنجيلكم يا حلوين. وكده بعد ما حطينا كعب الغزال، اوه ماي جاد، اوه ماي، عارفين السم بتاع اوه ماي جاد، بجد تحفة. وكمان اللون مش احمر، اللون وردي، اخطر من كده ان هو لون وردي. انتوا عارفين اللون اللي هو البينك اللي على السول ده، خرافة. انصحكم جدا ان انتوا تجيبوا كعب الغزال ده. بصوا بقى ايدي، في ذمة الله سرنجي. بس التانية ما تعبتش قوي، اليمين بس هي اللي تعبت. فجربوه يا جدعان ومش هتندموا، هيكون حلو قوي بمناسبة العيد واي مناسبة يعني وكده، فحطوه. ومن غير مناسبة اصلا يعني، انتوا في بيتكم كده دلعوا نفسيكوا كده واعملوا بقى كعب الغزال. الدنيا مش مستاهلة يا جدعان، دلعوا نفسيكوا، دلع الروح قبل ما تروح. المهم بعد كده بقى هنعمل ايه حلوين، هنحط بقى المرطب بتاعنا الخطير قوي قوي ده، فيلا بينا بقى نحطه. سوري للمرة التانية. بنصدر لكم رجلينا. هنبدأ بقى نحط المرطب الخطير بتاعنا ده، هو بيتحط على كعب الرجل بس انا هحطه على الرجل كلها. اوكي، ده هو بيشطب، انا مش عارفة حاجتي كلها جاية في العيد وتشطب ليه، حاجة تقرف. زي ما برضو اول يوم العيد كده او في الاعياد بتظهر لنا الحبوب، معرفش ليه، لازم تحتفل معانا باي مناسبة، عيد بقى، فرح، اي حاجة، تحس ان هي لازقة كده، او بتقول ايه انا هسيبك تحتفلي لوحدك، منفعش، لازم اطلع امسي عليكي. يا نهار اسود. والمرطب ده يا جدعان تحفة، تحفة فنية، انه تحفة فنية جدا 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 جدا. هتقولولي ليه؟ هقول لكم ان هو بيخلي رجليكم زبدة، حرفيا زبدة، واحسن من الزبدة كمان. فانا انصحكم بيه جدا، وهو اصلا مشهور وهو مش محتاج اصلا يعني الناس تعرفه، فهو مشهور من غير حاجة. اللي هو اللي بتاع ده اللي هو اسمه ايه، لونا امول، استغفر الله العظيم، انا في الانجليزي ما عنديش، يما ارحميني. المهم ان هو اللي بتاع ده ماشي. ازاي بعد المرطب والماسكات والدلع ده كله ننسى نرطب شفايفنا؟ ازاي؟ اقنعوني ازاي. فهنرطب شفايفنا، ما جاتش عليها والله.
وبكده نكون جهزنا نفسينا للعيد، منظمين مرتبين بماسكاتنا بمرطباتنا بنظافتنا، هنستقبل العيد بأحسن استقبال. فما تنسوش تعملوا لايك والسبسكرايب للقناة عشان توصل لكم كل فيديوهاتي الجديدة يا حلوين. وكل سنة وانتم طيبين ويعودوا عليكم بالخير يا رب، وأنيا.